عندما قامت القوات الأمريكية في المنطقة الخليجية باتجاه بحر عمان من السيطرة على هذه الناقلة التي تقول إيران بأنها ناقلة إيرانية، وكانت تحمل اسم سويس أورغان في تلك المرحلة، وبأنها كانت متوجهة إلى الصين، وبأن اقتادتها إلى بحر جنوب الصين وأفرغت النفط الإيراني منها في تلك المرحلة، ما يقارب نحو 1,000,000 برميل كان موجود على متن هذه الناقلة، قبل أن تقود الناقلة برمتها إلى قبالة سواحل تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، وتقوم بتغيير اسم الناقلة وإعادتها مرة أخرى إلى العمل بعد تأهيلها بشكل وفق المعايير الأمريكية. هذه هي الرواية الإيرانية، وبأن إيران اليوم البحرية في الجيش الإيراني قامت بالسيطرة واحتجاز هذه الناقلة باعتبارها هي نفسها الناقلة الإيرانية التي تقول إيران بأن الولايات المتحدة قامت بخطفها في العام 2021 وأفرغت النفط، وكأنها قامت بذلك، أي أن القوات البحرية الإيرانية قامت بذلك وفق مذكرة من القضاء الإيراني صدرت في ذلك التوقيت. لذلك يمكن أن نقول بأن إيران اليوم رسميا تقول بأنها احتجزت هذه الناقلة، وتقول بأنها ناقلة إيرانية واستعادتها من الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ناقلة كانت متوجهة من العراق وتحديدا من ميناء البصرة باتجاه تركيا وتحمل نفطا. حتى الآن لم يتم الحديث عن ربما مقدار هذه شحنة النفط الموجودة على هذه الناقلة. بطبيعة الحال هذا حدث ليس عابر حقيقة، وسيلة في هذا التوقيت في هذا السياق الإقليمي، ونحن نتحدث عن ربما فعل مضاد في خط العلاقة بين طهران وواشنطن. ننتظر ما الذي تقوله الولايات المتحدة الأمريكية، هل من رواية، ماذا ستفعل؟ ولكن واضح بأن إيران تقدم رواية متكاملة وتقول بأنها احتجزت هذه السفينة وقادتها إلى ميناء جاسك في المياه الإقليمية الإيرانية، وبأنها تنتظر القرار القضائي بشأن السفينة وكذلك بشأن النفط الموجود على هذه السفينة. شكرا جزيلا لك عبد القادر فايز.